طيب قلنا ان جغرافية مصر بتتقسم لايه؟ بتتقسم لجغرافيا طبيعية وجغرافيا بشرية. طيب الجغرافيا الطبيعية 6 دروس هناخدهم. 1 موقع مصر الفلكي والجغرافي وحدود مصر السياسية. المفروض ان الفصل ده اسمه بقية الاسم فيه وأقاليم مصر الموروفولوجية. أول حاجة لازم تعرفها إن جغرافيا طبيعية يعني من صنع الله. موقع مصر ده من صنع مين؟ فبنقول عليه جغرافيا طبيعية. تمام كده؟ طيب الفصل كله اسمه موقع مصر الفلكي والجغرافي وحدود مصر السياسية وأقاليم مصر الموروفولوجية. أقاليم مصر الموروفولوجية 4 حاجات: صحراء غربية، صحراء شرقية، شبه جزيرة سيناء، وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم. طيب انا اهم حاجه بقولها لكم دلوقتي، انت بتعرف انت بتدرس ايه؟ اقاليم مصر الموروفولوجيه اللي هم ال4 حاجات دول. كان في الجغرافيا بتاعت السنين اللي فاتت، مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبليها واللي قبليها، كان في فصل لوحده اسمه اقاليم مصر الموروفولوجيه. كنت بتدرس ال4 حاجات دول. تمام كده؟ دلوقتي خلوا ان الصحراء الغربيه في فصل لوحديها، صحراء شرقيه في فصل لوحديها، شبه جزيره سيناء، وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم. طب هي الجامعه عملت كده ليه؟ عشان بعد ما كنت عامل دولت في فصل واحد بدي فيهم معلومات صغيرة، لا ده انا هدي لك كم معلومات في كل صحراء وفي كل فصل على حدة. يعني الصحراء الغربية ده فصل لوحده بمعلوماته. نفس الكلام الصحراء الشرقية، شبه جزيرة سيناء، وادي النيل ودلتاه ومنخفض الفيوم، كل دي اسمها جغرافيا طبيعية. واخر حاجة فيهم مناخ مصر. مناخ مصر هتلاقي فيه معلومتين او 3 معلومات في النهايه الدكتور مش هيجيب غيرهم في الامتحان. انت عارف ان الجو في مصر حر، تمام كده؟ بيبقى معتدل او بيبقى بارد فين؟ ده خليج. بيبقى بارد فين؟ في السواحل الشماليه، تمام كده؟ كم معلومه كده وبيتكلم عن الرياح وبيقول لك الرياح دي ايه؟ فانا هنا السنه دي انا بتكلم السنه دي لو المنهج ده هيبقى هو تمام كده، عشان ممكن الجامعه تغير المنهج، صح كده؟ ممكن الجامعه تعمل ايه؟ تغير المنهج. بس لو هيمشوه بنفس منهج السنه اللي فاتت، اغلبيه المعلومات في الجغرافيا الطبيعيه هتبقى هنا. تمام؟ طيب جغرافيا بشريه: 1 السكان، 2 الزراعة، 3 الصناعة، 4 مصادر الطاقة والتعدين والاقتصاد. آخر حاجة السياحة في مصر. آخر حاجة إيه؟ يعني انت في الجغرافيا البشريه بتدرس سكان، بتدرس زراعه، لازم يكون في زراعه، لازم يكون في صناعه، لازم يكون في اقتصاد، لازم يكون في سياحه. فانت عرفت انت بتدرس ايه. بدرس جغرافيا
عباره عن جغرافيا طبيعيه من صنع الله وجغرافيا بشريه من صنع البشر. الجغرافيا الطبيعيه اللي من صنع الله اول حاجه موقع مصر الفلكي والجغرافي. 2 صحراء غربيه، صحراء شرقيه، شبه جزيره سيناء، وادي النيل وادي الدلتا ومنخفض الفيوم. واخر حاجه في الجغرافيا الطبيعيه مناخ مصر، لان مناخ مصر برضو من عند ربنا، صح كده؟ تمام. احنا المره دي هندرس جغرافيا بشريه مع الجغرافيا الطبيعيه، عباره عن ايه؟ سكان، زراعه، صناعه، اقتصاد، صح كده؟ واخر حاجه الايه؟ السياحه. صدر الطاقة. نبدا بالفصل الاول.